بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نحن معكم في ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك للتحدث مع الوالد موسى صادق ملا موسى ملا علي الرمضان عن سيرة الجد صادق رحمة الله عليه. نتحدث معك والدي العزيز عن الجد رحمة الله عليه. ايش الاشياء اللي عاصرتها في عهده رحمه الله عليه؟ بارك الله فيك. اعطني بعض الاسئله التي تريد ان اجيب عليها. نتحدث مثلا نبذه عن اسفاره. في تلك الفتره كان في اسفار كثيره، فايش كانت الاسفار اللي او الحيثيات في هذه الامور؟ يسعدني ذلك كما طلب مني ابن العم الموقر ابو كميل حفظه الله. من ناحية أسفار الوالد رحمة الله عليه، لم أكن أنا في بداية أسفاره مولود بعد، فقد بدأ في الأربعينيات السفر من الأحساء وتوجه إلى الكويت بسبب ضنك المعيشة وصعوبة المعيشة. في الكويت اشترك مع ابن العم عبد الكريم الرمضان رحمة الله عليه في البداية، ثم انفضت الشراكة واشترك مع شخص من البحمد في تجارة البشوت، عمل وتجارة البشوت. بعدها كان الوالد طبعا يسقم البشوت، بمعنى أنه عنده عمال ويديرهم ويقاضيهم بالأثمان، وكان عبد الكريم يقبض الأثمان في بيع البشوت في سوق الكويت. الوالد بعدها توجه إلى مدينة الكاظميين في نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات، واستقر في الكاظميين على ساكنيها السلام في خان فرمان. ثم التحقت به الوالدة المرحومة مريم بنت ملا عيسى الرمضان. كانت الوالدة تساعده في خياطة البشوت، وكذلك تطبخ للمخايطة. المخايطة عددهم كان تقريبا 7 أنفار، كلهم أحسائيين ومعظمهم من آل الرمضان. بعضهم أصبحوا أنسباء لنا، تزوجوا خواتي. يعني كانت نهاية الفترة حاليا إلى العراق. إيش كان في ما بعد هذه الفترة؟ في العراق أريد أتابع قضية البشوت لأنها تهم بعض المستمعين أو المشاهدين. في البشوت كانوا الأحسائيين يعملون كل أقسام البشت، من ترشيب وهيلة ومكسر وبروج. هذا المكسر. أما المكسر فكان يعمل من قبل العراقيات في منطقة اسمها الجعيفة في بغداد. في العراق حدثت انتكاستين مما أدى إلى انتهاء فترة وجود الوالد والأحسائيين عموما في العراق. أول حدث كان الثورة الدموية لعبد الكريم قاسم، حيث قطعت الحدود بين الكويت والعراق، فأصبح الوالد غير مستطيع أن يأخذ البشوت إلى الكويت لبيعها لأن الشرايين هم في الكويت. في تلك الفترة حدثت الانتكاسة بوفاة الوالد رحمة الله عليه في عام 1959 ميلادي. فبسبب الثورة وانقطاع الحدود أصبح من المستحيل أن يبقوا في العراق، وبالخصوص أن الوالدة مريم رحمة الله عليها حصلت على جواز كويتي من حاكم الكويت في نهاية فترة تقريبا منتصف الخمسينيات.
حصلت على جواز كويتي. هذا الجواز الكويتي من حسن نية بطلب من أحد الأقارب، طلبوا منهم أن يأخذوا الجواز ويعيروه إلى إحدى نسائهم كي تدخل إلى الكويت. أعطوهم الجواز الكويتي، فالجواز الكويتي ضاع بعدها، فأصبحنا في محنة، يعني لا الوالدة قادرة تدخل الكويت، فكانت حسرة شوي وصعوبة، شعروا بالمرورة من هذا الوضع. بعدها انتقلنا إلى أنا وبعض الأخوان والوالدة انتقلنا إلى سوريا، وبعض الأخوان انتقلوا إلى الكويت في بداية الستينات، وكانوا يشتغلون في البشوت في الكويت. هذا من ناحية السفر. تحدثنا عن ناحية السفر. من ناحية أريد أن أذكر شيء ثاني. الوالد سافر إلى مدن كثيرة، وكان أيضا يشتري العسل ويقدمه لبعض الضيوف، وأحيانا يبيعه. مثلا سافر إلى الموصل، إلى تل عفر، في بعض يحاول أن يبيع البشوت في تلك المناطق، وكان أيضا يشتري العسل ويبيعه. وكان يستخدم القطار من بغداد إلى البصرة 500 كيلو متر، ثم من البصرة إلى الكويت يستخدم السيارة. وصلى الله على محمد. تفضل. تحدثنا من الناحية العملية، نريد أن تتحدث من الناحية الدينية. كيف كان الجد صادق رحمة الله عليه من الناحية الدينية؟ بارك الله فيك. طبعا شهادتي لن تكون يعني كمن عاش معه، ولكن بحديث الإخوان ذكروا لي ما يلي. كان الوالد رحمة الله عليه يحفظ كاملا نهج البلاغة وضياء الصالحين، وعندما يضع قدمه في السيارة متوجها من الكاظم إلى كربلاء أو النجف أو سامراء، كان دائما يلهج بالأدعية، أدعية الأئمة عليهم السلام، وبخطب أمير المؤمنين من نهج البلاغة. هنا وكانت صلة الوالد قوية مع ميرزا علي. كان ميرزا علي قدس الله روحه ثقة الوالد، فكلما قدم إلى الكاظميين ينزل في خان فرمان عند الوالد، والوالد يقوم بالواجب من الإكرام والترحيب به، فالمعرفة بينهم شديدة. كذلك تحضرني قصة لما يروى أنها حدثت. أحد الأيام الوالد افتقد ما يقارب 10 بشوت، بكشة فيها 10 بشوت، افتقدها. بحث عنها في كل محل وسأل كل محل، الدكاكين وفي خان فرمان، لم يجدها. صادف زيارة ميرزا علي قدس الله سره، فلاحظ الارتباك والحزن على الوالد، فسأله ما القصة؟ أعطاه القصة. ميرزا علي قدس الله سره بلغ الوالد أن يذهب إلى بيت فلان ابن فلان، وأعطاه الاسم، وأن يقول له عندك بكشة في الغرفة الفلانية في الرف الفلاني، اجلبها لي ولا تذكر له أي شيء ولا تتناقش معه بأي موضوع، لا سبب أخذها ولا غير ذلك. ذهب إلى ذلك البيت، إلى ذلك الشخص، وأعلمه حرفيا بما يريد. هذا الشخص أطاع وذهب إلى الغرفة إلى الرف وجاب البكشة وسلمها إلى الوالد. بعدها أخذها الوالد وأصبح مسرورا، واستطاع أن ينقذ المخايطة حقوقهم، لأنه لا يستطيع أن ينقذهم حقوقهم بدون ما يكون عنده البشوت، وأن يذهب بالبشوت إلى الكويت. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تلك الفترة كانت مرحلة انتقالية من ناحية دخول كهرباء وحدوث طفرة يعني في الأجهزة، فكيف كان الأحداث من هالناحية هذه؟ أحسنت، هذا سؤال طيب. تلك الفترة الأخ حسن كان رحمة الله عليه أبو إيهاب مولع بالأجهزة الجديدة، فاشترى كاميرا من الكويت، وكذلك اشترى مكيف صحراوي وتلفزيون
والتقط صور للإحسائيين في الكاظم. كل الصور التي نراها من مثلها أبو كميل الله يسلمك، الوالد موسى أبو عمران فيها، وإخواني، والكثير من الصور كلها التقطها أخي حسن بكاميرته. كان الوحيد أول الإحسائيين الذي يشتري الأجهزة الحديثة ذلك الوقت. نوصل إلى المرحلة الأخيرة، كيف كان في نهاية حياته رحمة الله عليه؟ رحمة الله عليه، الوالد قلما يتحدث أحد عن مظلوميات، ولكنه كان مظلوما في نواحي، وهذا ليس للحديث، ولكنه توفى كما قلت عام 1959 ميلادي، ودفن في صحن الكاظميين باب القبلة بعد مرض عضال. أما الجد ملا موسى فقد توفى قبله عام 1951، ودفن في قرب المراقد الشريفة. وولدت أنا سنة بعد وفاة الجد ملا موسى، وارتأت والدتي مريم رحمة الله عليها أن أسمى باسم الجد ملا موسى. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. في الختام أحبتي مشاهدي هذا الفيديو، أهدي شكري الكثير في إظهار هذا العمل إلى أخي جواد صادق الرمضان، وأخي محمد علي صادق الرمضان، وإلى ابن عمي المكرم أبو كميل محمد موسى حسين الشيخ علي الرمضان. هم أحبتي وأنتم أحبتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين.